اقول لكم ان هي لينه في ايدي جدا، وبتاخد النقشه مظبوط. وعقبال ما نقشت كل الكميه الشكل ما اتغيرش ولا الكحكايه حتى لما خمرت الرسمه ما راحتش ولا اي حاجه. بصوا شكلها حلو ازاي. اخر بقى جزء من العجينه قعدت افنن كده وعملت اشكال ورق شجر. ممكن بقى تعملي اشكال عروسه كده او حروف زي ما كانوا امهاتنا بيعملوا لنا زمان عشان يفرحونا. بصوا اهي عملتها كده زي برمتها يعني كده على ايدي. وبعد كده عملت لها بوس كده رفيع عشان تبقى شبه ورقه الشجر. وعملت لها خط في النص كده بالمنقاش. وعملت لها التجزيعات بتاعه ورقه الشجر. بصوا شكلها جميل قوي. طبعا التسوية هتكون على فرن مسخن مسبقا، درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط، يعني حوالي 170 أو 180، ما تكتريش عن كده خالص. هتدخلي الكحك بياخد حوالي تلت ساعة في الفرن.